يعني انا حابه اوريكم ان الحنفيه ما بتنزلش ميه. تمام. وبدل ما نروح لنادي السباك، والسباك ايه مش فاضي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شوف المنظر. شوف بقى. ايه من دي؟ هنصبرها وهنشوفها. ما انا فتحت الحنفيه اتنفض اللي فيها وده الوش اللي فوق، لسه هفتح الوش اللي تحت كمان. هي لسه فيها كتمة، هنشوف برضه الكتمة جاية منين، لأن ممكن ايه الكتمة تبقى جاية من هنا كمان. هنسلكها دي كمان، دي بتاعة الحمام اهي. طبعا يعني غسلناها نوعا ما، بقت نضيفة شوية اهي. ماشي، كانت مصدية ونضفناها. شوفوا اهو، معادش بتجيب حاجة. ولو حطيناها بقى في الحنفية كده اهو اهو بتنزل مية حلوة. وطبعا ده كله بمفتاح الأنبوبة. ماشي، هنقفلها بقى. وتعملي حاجتك بنفسك ان عرفتي يعني تعمليها، مش شرط يعني. ماشي. طبعا انا الصبح الساعة 7 لقيت الحنفية متنزلش مية بقالها يومين، والنهاردة مش راضية تنزل مية خالص. قلت لها بقى اشتغل سباك وخلاص. اللي خلاني اركب الحوض الخرطوم بتاع الحوض. مش هعمل الخرطوم بس، مش هعمل الحنفية. اللي عامل حنفية بايظة بقى ولا حاجة يقول لي وانا كسر. بس ما تنسوش بس تحطوا اللايك والصلاة على الرسول. لا في ايه يا حاج، احنا اتحسدنا يا رجاله. هنشوف كده هتجيب ميه ولا هتجيب ايه. هنشوف بقى الميه نازله حلوه كتير ازاي. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد. لو انت بتعملي زي كده في البيت تبقي تعمليها بنفسك. تمام. ولا جيب شباك ياخد له 100 جنيه بمفتاح الانبوب. مفتاح الانبوب عندك بجهة وجهة، يعني دي صغيرة ودي كبيرة. يلا في رعاية الله.